لم تكن بدايتي حبا في الإسلام. كيف يكون 3-1؟ هل اللاهوت ترك الناسوت يموت؟ طب الروح لما بتطلع بتروح فين؟ مع الأستاذ الدكتور بشرى جرجس بشاي، الأستاذ بكلية اللاهوت بالكنيسة المصرية سابقا، الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الرؤوف أحمد حاليا. الإسلام بداية وأقسم بالله لم تكن بدايتي حبا في الإسلام، ولكن أتت من خلال التشويش والتشكيك في العقيدة الإسلامية لدى المسلمين. سبحان الله. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى إني أنار الله قلبي بنور الإسلام. أو كأقل يعني اسمح لي أن أطيل براحتك على راحتك. إني أشبه نفسي كالكفيف الذي سمع عن طبيب رمد. هذا الطبيب يعمل عملية في العين فيبصر هذا الكفيف. الله. فلك أن تتخيل أن هذا الذي كان كفيف بعدما ذهب للطبيب وعمل العملية وجوهد وتعب وأبصر، لك أن تتخيل أن هل هذا البصير الحديث الإبصار لو قلت له اغمض ليس اغمض عينيك ارمش بعينك، هل ممكن ان يسمع كلامك؟ لا يمكن. لا ورب العزة. لا يمكن يسمع كلامك. عارف ليه يا دكتورنا؟ تفضل. مش ممكن يسمع كلامك. تفضل. انه هيخاف ان النور اللي شافه بعد الظلام انه لو ربش بعينه كده يجي يرفع جفنه مش هيلاقي النور اللي هو شافه. نريد ان نتعرف منك على حقيقة التثليث في النصرانية. تفضل. التثليث يدخلنا في الألوهية. لأن التثليث هو الآب كما قلنا والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. يعني إذن الثلاثة هم واحد. أولا بداية كيف يكون 3-1؟ هنا بدأت تفكر ازاي كيف 3 يساوي 1؟ لا منطق العقل ولا علوم الحساب والرياضيات تقول ناهيك من انها تقبل او لا تقبل. لكن هل في شيء يقول ان ال3 بيبقوا 1؟ لو سلمنا جدلا ان المسيح مات وهو الذي مات على عود الصليب، ودي هتدخلنا برضه في التثليث والصلب. ماشي. المسيح هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس. ماشي. ودي هنفسرها. التثليث هنفسرها. ولكن بعد هذه الجزئية ألا وهي إيه؟ طيب في أثناء موت الله اللي هم ال3 في 1 من أدار الكون مكان الله الذي مات؟ هذا سؤال لم تقدم عليه إجابة مقنعة إلى الآن. لا يوجد إجابة سوى واحدة من 2. تفضل. أولا إذا كان الله اللي مات في حد دار مكانه الكون لحد لما يقوم اللي هو فترة ما بين الموت والقيامة اللي هو بيتعمل احتفال عيد القيامة. لو كان الكون أدار ذاته بذاته لحد لما الله يقوم من الموت هو المفروض ان هو مات الجمعة اللي هو 3 أيام. قام في اليوم الثالث كما يقال عندك في الكنيسة. طيب من ساعة ما مات لحد لما قام في اليوم الثالث لو الكون أدار ذاته بذاته الفترة المحدودة أيا كانت يوم أو 2 أو ساعة أو 3 ماشي، أقسم بالله يبقى أكيد الكون ده قدير بأنه يدير الكون إلى ما لا نهاية ومش محتاج إله، ومش هيبقى محتاج إله. يبقى وجود إله من أساسه عبث، هو عبثة وباطل. أيوه تمام. أما إذا كان في الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني، أما إذا كان في حد تاني هو اللي أدار الكون مكان الله اللي ميت، فاسمح لي ان انا اقول برضو بالمثل البلدي الحي ابقى من الميت. تمام.
يبقى هو يدير الكون على طول. يبقى اللي موجود ده هو الحي. والاله الميت ده لا صفة له. لا صفة